السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومر كورة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. الزمالك وهزيمته من المصري النهاردة، الهزيمة الثالثة في الدوري. يعني لو قلنا على المباراة النهاردة والهزيمة، هزيمة مذلة. ليه هزيمة مذلة؟ لأن المصري لعب على الزمالك. المصري يستاهل الفوز أداء، لعبا ونتيجة للمصري. ضربة جزاء ضائعة من المصري في الشوط الأول لياس جلاس، وهدف. ومباراة قوية من نادي المصري، يعني ليلة حلوة. ليه؟ لأن بيراميدز أيضا التعادل. الكل بيلعب لصالح الأهلي. هزيمة الزمالك المركز العاشر، لو فاز النهارده كان يعدي 8 مراحل. ولكن هزيمته النهارده وفوز الجونة كمان على البنك الأهلي رجعت الزمالك للمركز ال11، وخلت الجونة للمركز العاشر. وبيراميدز تعادلوا مع بلدية المحله النهارده في أرضه 2-2. مباراة قوية من البلدية برضو. ضربة جزاء ضيعة من بيراميدز، ضيعها عبد الله السعيد، طلعها في السماء. على الناحية الثانية طبعا ضربة جزاء من المصري، كانت هتبقى 2-0، كانت هتبقى تقيلة على الزمالك. على فكرة المصري فاز على الزمالك بقيادة علي ماهر لأول مرة يفوز على نادي الزمالك، ولكن ما كانش موجود، لأن علي ماهر عمره ما فاز على نادي الزمالك. يعني أي فريق قاده علي ماهر ما فاز على نادي الزمالك. اللي كان ماسك نادي الزمالك النهارده المدرب العام محمود عبد الكريم، ويمكن سوء حظ دايما بيلازم علي ماهر أمام الزمالك مع كل الفرق اللي بتقابله. ولكن النهارده مباراه قويه. نادي الزمالك طبعا يعني ما اداش الاداء اللي هو، وعلى فكره انا قلت قبل كده من بعد ما عماد جمال مضى رسميا كمدير فني نادي الزمالك، النتائج هترجع او النتائج هيتراجع في النتائج. يعني لعب مباراه في افريقيا فاز ماشي، بس باداء هزيل. النهارده هزيمه مخزيه لنادي الزمالك. الاهلي بكره ان شاء الله هيقابل اتحاد جدة في كاس العالم للأندية. الأهلي ممثل مصر، نتمنى الفوز للنادي الأهلي الساعة 8 في جدة. طبعا الفائز هيقابل بطل فلومنس البرازيل إن شاء الله بإذن الله. نتمنى إن كولر يوفق في التشكيلة واللعيبة إن شاء الله ربنا يكرمها. عايزين قتال في الملعب، عايزين أداء، عايزين رجولة، بالذات بعد الكلام اللي قالوه الجماهير على مصر، مش على الجماهير، على مصر. الكلام اللي قالوه نتمنى ان لعيبه الاهلي تأدي بكره، ان احنا الاهلي عودنا ان بيلعب في المحافل الدوليه وامام الفرق القويه بيلعب مباراه العمر. الاداء اللي عمله في الدوري او في افريقيا مش عايزينه يتكرر. فانت بكره مباراه عالميه بين الاهلي واتحاد جده، ان شاء الله الاهلي هيفوز. التشكيله طبعا محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، مروان عطيه، ديانج، امام عاشور، حسين الشحات، بسيتاو، وكهربا. دي التشكيله بنسبه 99.9%. نتمنى التوفيق للكل، وان حسين الشحات بالذات يسجل عشان يحطم ارقام قياسيه كتير. هنطلع من الاهلي، ونطلع من الدوري المصري، ومن كاس العالم للانديه، هندخل على دوري ابطال اوروبا. طبعا المباراه الاخيره في الجوله السادسه في دور المجموعات، واسفرت كالاتي: لا جديد. هي المجموعه بس اللي كانت معقده وقلنا عليها معقده، مجموعه باريس وبورسيا ونيوكاسل وميلان. مجموعه كالاتي: طبعا صعود في المجموعه بايرن ميونخ وكوبنهاجن، والمفاجاه خروج مانشستر يونايتد بعد هزيمته من بايرن ميونخ 1-0. كمان صعود ارسنال وايندوفن وخروج اشبيليا. ريال مدريد ونابولي، ريال سوسداد وانتر ميلان، اتلتيكو مدريد ولاتسيو وبورتو وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بعد تعادلهم مع بعض 1-1، وخروج نيوكاسل. مانشستر سيتي ولايبزيغ الالماني، وبرشلونه وبورتو، وهزيمه من انتورب. على فكره الفريق ده انتورب ده لاول مره يفوز في دوري الابطال من فتره كبيره جدا، من اكثر من 30 سنه. طبعا شيء طبيعي، الفرق اللي تضمن الصعود بتلعب بالصف الثاني. ف دوري ابطال اوروبا الدور 16 ان شاء الله. القرعه
والفايز يقابل يعني الأوائل، الثمان فرق الأوائل هيقابلوا الثمان فرق الثانية، ولكن قرعة. طبعا أنتم عارفين إن أي فريقين من دولة واحدة ما يبقوش مع بعض. أتمنى أن تكونوا سعدتم بهذه الحلقة. لايك وشير ودعم لأخيكم أبو عمر العالمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.